اسود شوي، اذا بدك اقوى شوي، اجريسيف اكثر شوي. أنا بحبك أنا. وسام هلال بين برلين ونيويورك. كنت عم صور بدرجة حرارة ناقص 15، يعني كان برد كتير. أنا بحبك أنا. أكيد مبسوط كتير، واللي بيهمني أكتر اليوم إنه تفاعل العالم معها كتير حلو. في أغاني كانت عندي من قبل جابت يمكن بأسبوع وأسبوعين 4 و5 مليون، وما حسيت في قبول للساوند مثل ما عم بحس مع غالي عليا. فغالي عليا هي بالنسبة لي أكتر من مشاهدات، هي أكتر قد إيه العالم عم تستقبلها كنوع جديد من التيون أو الموسيقى اللي عم بعملها. وهالأغنية الجديدة أطلقها وسام من شهر فقط، ولليوم صاير شايفها أكثر من 460 ألف شخص على يوتيوب. اكسبيرينس بنوع موسيقى جديد أنا عم بعمله، اللي هو الكترونيك ميوزك مع اندي بوب، يعني إذا فينا نقول بوب على الكترونيك انترناشونال ميوزك مع روح الموسيقى العربية. فهو كانت مثل فنتشر أنا عم حاول أدخل فيها، وطلع ميكس كتير حلو. أنا كان بدي يطلع أحلى من ما أنا كنت متوقع، وإن شاء الله رح يكون كتير في أغاني بتشبه غالي عليا in terms of هالميكس بين الموسيقى العالمية والموسيقى العربية والموسيقى العربية القديمة كمان. وتم تصوير الفيديو كليب ببرلين بطقس بارد جدا، والملفت أيضا بهالكليب أنه وسام بيظهر لحاله طول الوقت من دون مشاركة أي حدا تاني معه. صورنا بالشارع، صورنا تحت الأرض، صورنا بكتير محلات. إدارة أعمالي بالأخير شالوا كل شيء تصور، أوكي، وكنت عم صور بدرجة حرارة ناقص 15، يعني كان برد كتير. كل شيء شالوه، قالوا it didn't fit the branding of the song. They wanted it to be، كانوا حابين أنها تكون underground، تعطي الفيل تبع like the underground Berlin. So خلص خليناها مثل ما هي، والمهم الغنية توصل you know as long as the يعني طالما هو الفيجوال عم يوصل للعالم، خلص لو بتصوريها قدام حيط المهم توصل. وهالنوع من الموسيقى بالذات كان حابب وسام يجربها من زمان لأنه بتشبه شخصيته كثير. دايما الشركات الانتاج اللي كنت معها كانوا يعملوا لي كونديشنينج بموسيقى البوب. انا دايما لازم اغني بوب، لازم تكون سوفت بوب. السوفت بوب ما بتعبر عن شخصيتي. انا ما بحب البس جاكيت ابيض، وانا بحب البس اسود، جراي، رمادي. شخصيتك بتعبر عن الميوزك تبعك. الميوزك تبعي اسود شوي، اذا بدك اقوى شوي، اجريسيف اكثر شوي. وغير هالأغنية فوسام عنده أغاني كثيرة كمان حيطلقهم قريبا، كان صار له فترة طويلة بيحضر لهم. أنا إلي سنتين بين مصر، برلين، لوس أنجلوس عم نشتغل على الأغاني. صورنا فيديو كليبس كتير. صورت فيديو كليب بلوس أنجلوس بهوليوود إن شاء الله، غنية تزعل ليه رح تنزل إن شاء الله بعد كام أسبوع. في غنية تانية اسمها مود حزين كمان تصورت ببرلين، رح تنزل بعديها بشهر ونص. فمعك حق رح نزل كل الأغاني ورا بعضهم. اشتغلنا كتير سنين اشتغلنا، فذاتس واي هلا إذا بدك كله عم ينزل ورا بعضه مشان يعمل مومنتم، وان شاء الله العالم يحبوا. رح يكونوا كلهم الكترونيك ميوزك. وهو خبرنا انه حابب يعمل كمان ديو مع فنانة فلسطينية بيحب اغانيها وستايلها. ممكن اليانا، لانه فكرت بالموضوع قبل. I like her music, I like her branding. اثنيناتنا اذا بدك عم نشتغل بين هون وبرا. وغير الاغاني فمن فترة وسام عمل فوتوشوت خاص مع مجلة كونتراست، والمفاجأة انه هالكفر عرض بتايم سكوير بنيويورك. شعور كتير حلو انك تشوفي حالك يمكن تطلعي من بلد مثل سوريا فيها مواهب كتير، بتعرفي انك انت عم بتوصلي صوت بلدك وصوت العرب لبرا بقلب امريكا، بقلب نيويورك. نغير الصوره النمطيه اللي عندنا اياها نحن كعرب برا. شوفوا انه نحن عندنا شعب بحب الحياه، عندنا فنانين بيطلعوا على اغلفه مجلات عالميه، بيحبوا العالم، بينشروا صوره الحب. ان شاء الله اكون عم بنشر صوره حلوه اكيد يعني مش عم باخذ رسالة، بس انه هذا الشيء كتير حلو. نفرجي نحن لبرا نحن فنانين حلوين، بنحب الحياة، بنحب الموسيقى وبنحب الفن.